كثير من الباعة يتمنون مثل هذا المسترسل، ويقول بعضهم إما بلسان مقاله وقد سمع أو بلسان حاله، يسأل الله أن يأتي إليه بلهجة العوام، يقول يأتي إليه عميان قلب مفتح فيهم، يبي واحد بس خذ هات بأي ثمن يكون. هذا من النصح لكل مسلم؟ هذا غش للمسلمين، هذا الغش للمسلمين، وإلا النصح لكل مسلم غير هذا. الآن ما يحصل في أسواق المسلمين لا سيما ما يتعلق بأمور النساء، وقل أشباه النساء، إذا جاءت المرأة دخلت المحل وقالت كم هذا المتر؟ قال 100 ريال، يمكن ما كلف 10 عليه، ويحتج يقول لو ما أخذ 100 ريال ما اشترت. وهذا واقع يا الأخوان، لو أقول ب20 ريال ما اشترت، تعرف أنه وسط. فكثير من الناس رجال ونساء يقيمون السلع بقيمتها، فإذا كانت القيمة مرتفعة فالسلع جيدة. هذا غش، تأخذ 5 أضعاف بأي مبرر؟ يعني حجته أن يقول لو قلت 20 ريال ما اشترت، كسدت البضاعة، نقول 100 ريال وتروح. صحيح هذا واقع كثير من النساء، لكن هل هذا مبرر لأن أخذ 5 أضعاف؟ أصدق في بيعك وشرائك، وليكن بيعك ضعيف بالنسبة لجيرانك وكسبك قليل، لكن شيء يبارك لك فيه. اليسير مع البركة أفضل من الكثير مع نزعها.